السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سمعتوا فيديو التفاصيل بتاع نزول المنهج؟ طالما سمعت الفيديو تعالى يلا نبدأ ان شاء الله النهاردة اول حصة تأسيس عندك في المنهج. يا مصر التأسيس دي ينفع لمين؟ التأسيس دي ينفع عندك لأولى اعدادي، تانية اعدادي، تالتة اعدادي، اولى ثانوي. تمام؟ التأسيس دي شامل المراحل دي كلها. النهارده ان شاء الله هناخد التأسيس في فيديو كامل وهنبدأ نحل على اللي احنا شرحناه. فيلا كده يا شباب، شدوا الهمم كده، توكلوا على الله واستعينوا بالله وابدأوا. افتح معايا كراسة حضرتك وانت بتسمع الشرح عشان تبدأ تكتب كل ملحوظة مهمة جدا جدا جدا، عشان الفيديو ده هيكون مكثف بإذن الله وهيكون فيه تفاصيل قوية جدا جدا بإذن الله تعالى. فنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة عندنا بيبدأها هنا بيقول لك عايزين نعرف يعني إيه مادة. فالمادة بيعرفنا بيقول هي كل ما له كتلة وإيه؟ كل ما له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ. يبقى المادة كل ما له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ اللي هي الحجم. يعني يا مستر أي حاجة ليها كتلة وليها حجم يبقى دي تسمى مين؟ تسمى مادة. يبقى دي مين؟ ديت مادة. أمثلة على المادة زي مين يا مستر؟ أمثلة على المادة عندنا الماء ديت مادة، الهواء مادة، الحديد مادة، الخشب مادة، أي حاجة مادة، القلم دي مادة، التابلت دي مادة، كوباية مادة. يبقى أي حاجة ليها كتلة ليها حجم دي تسمى مادة. القلم ده لو احنا وزناه ليه كتلة وليه حجم كمان، لو حطيناه على مساحة من الفراغ أو حيز من الفراغ شغل حته من الفراغ ولا لا؟ شغل حيز من الفراغ ولا لا؟ شغل يا مستر. خد مساحه ولا لا؟ خد مساحه. يبقى دي تسمى ايه؟ تسمى ماده. بعد كده قال لنا عندنا خصائص الماده 6 وهي اكتر، في خصائص كتيره جدا بس هو طلع لك دلوقتي 6 خصائص. تمام؟ اول خاصيه للماده قلنا اللي هي ليها كتله. يعني ايه ليها كتله؟ تعريف الكتله هو مقدار ما يحتويه الجسم من ماده. يبقى الكتله هي مقدار ما يحتويه الجسم من مين؟ من ماده. تاني حاجة ليها إن هي ليها حجم. حجم هو الحيز اللي بيشغله المادة من الفراغ. يبقى الحجم الحيز اللي بتشغله المادة من مين؟ من الفراغ. تالت حاجة ليها كثافة. يعني ايه كثافة يا مستر؟ الكثافة هي كتلة وحدة الحجوم من المادة. يعني ايه؟ يعني الكثافة عندنا كانت بتساوي، القانون بتاع الكثافة خدتوها انتوا قبل كده، كانت بتساوي، الكثافة كانت بتساوي يا مستر؟ كانت بتساوي الكتلة على مين؟ على الحجم. صح ولا لا؟ افتكرتوا؟ فعلا. فبقول لك هنا الكثافة كتلة وحدة الحجوم على مين؟ من المادة. يبقى ديت من ضمن خصائص المادة اللي هي ليها كثافة. بعد كده رابع حاجة من ضمن خصائص المادة اللي هي ليها حالة فيزيائية. يعني ايه حالة فيزيائية؟ حضرتك خدنا الحالة الفيزيائية قبل كده ان هم 3 حالات فيزيائية. هل هم 3 بس يا مستر؟ لا، هم اكتر من حالة، بس الاشهر عندك 3 حالات فيزيائية. اول حالة فيزيائية للمادة الحالة الصلبة. طب التانية الحالة السائلة، والتالتة الحالة الغازية. يبقى دي 3 حالات فيزيائية الاشهر عندك، في اكتر من حالة. تمام؟ دلوقتي بقى هيبدأ يقارن لنا ما بين ال3 حالات اللي احنا خدناهم دول، الصلبة، السائلة، الغازية. هيبدأ يقارن لنا ما بين ال3 دول من حيث ايه؟ اول حاجة هيقارننا ما بين الحالة الصلبة والسائلة والغازية من حيث الشكل، ومن حيث قابلية الانسياب، ومن حيث قابلية الانضغاط وتغير الحجم وقابلية الانتشار. وهندي أمثلة عليها. ايه الحاجات دي يا مصر؟ الحاجات دي حضرتك خدتها قبل كده، فاحنا هنرجعها سريعا واحدة واحدة مع بعض. أول حاجة الشكل بتاع المادة الصلبة. الشكل بتاع المادة الصلبة بيكون شكل ثابت. ثابت ازاي؟ ثابت زي ما حضرتك شايفه كده. ثابت زي ما حضرتك شايفه كده بالظبط. يعني الجزيئات بتاعته بالشكل اللي انت شايفه ده، او الجسيمات بتاعته بينها مسافات بينية صغيرة جدا جدا جدا، يعني تكاد تكون منعدمة. فبسبب ان الجسيمات ديت او ما بينها مسافات بينية صغيرة جدا، فهو شكلها وقوة التجاذب ما بين جسيماتها قوية جدا. فبسبب قوة التجاذب القوية ما بين الجسيم والتاني ادى الى ايه؟ ادى الى ان بقى ليها شكل ثابت، شكل محدد. ازاي؟ دي مادة صلبة.
شكلها دلوقتي بالشكل اللي انت شايفه ده، هل لو بعد ساعة او بعد سنة او بعد مليون سنة جيت بصيت على شكلها، هل الاقي شكلها اتغير بقى شكلها شكل تاني؟ لا، لسه التانية شكلها زي ما هي. طب بسبب ايه؟ بسبب ان الجسيم بتاعها، الجزيء اللي هو بيتكون منه المادة ده، ماله المسافات البينية بينه وبين الجسيم التاني صغيرة جدا، وبالتالي قوة التجاذب بينها وبينه قوية جدا، فأدى إن شكلها تناه ثابت محافظ على شكله. تمام؟ فدي المادة الصلبة. المادة السائلة شكلها متغير. متغير ازاي؟ قال لك متغير حسب الإناء اللي بتوضع فيه. ازاي؟ لو حضرتك عندنا كوباية مية حطينا فيها مثلا نص لتر من المية، تمام؟ الكوباية ديت المية خدت شكل مين؟ شكل الكوباية. خدت نفس المية دي حطها في قلب مين؟ في قلب إزازة، فهتاخد شكل مين؟ شكل الازازه. خدتها حطها في قلب بالونه مثلا، هتاخد شكل البالونه. يبقى قال لك ان الماده السائله شكلها متغير حسب الماده اللي بتوضع فيها، حسب الحاجه الحاويه لها، الحاجه اللي بتحطها فيها بتاخد شكلها. الماده الغازيه شكلها متغير. متغير زي ايه برضو؟ متغير حسب الاناء اللي توضع فيه برضو. ازاي؟ الماده الغازيه لو انت حطيتها في بالونه مثلا اللي هي مدوره، الشكل بتاعها هيبقى زي لو انت حاطها في بالونه مثلا على شكل قلب، بالونه مستطيله، بالونه شكل مستقيم، بالونه باشكال كتير. هل الشكل ده زي الشكل ده زي الشكل ده؟ لا. طب الشكل اتغير ليه؟ لان الماده الغازيه يا مستر بتاخد شكل الاناء اللي فيه، حطها في اي شكل اناء هتاخد شكلها، مش هتتغير. مش هتتغير، هتاخد الشكل بتاعها. تاخد الشكل مين؟ الشكل بتاعها. يبقى شكلها مش ثابت، شكلها مين؟ متغير. نخش على قابلية الانسياب. قابلية الانسياب للمادة الصلبة قال لك غير قابلة للانسياب. يعني ايه الانسياب اصلا يا مستر؟ الانسياب خدتوه قبل كده ان هو قدرة المادة على التدفق بسهولة. عندنا كوباية مية، لو بدأت اصب منها دلوقتي هتبدأ تنساب، هيحصل لها انسكاب بمعنى بلدي كده، هتنسكب. يعني ايه تنسكب؟ يعني هتنساب، يعني هتتدفق، يعني ما هتندلق. فالمية اللي هي بتندلق ده اسمه انسياب. الميه ليها انسياب، قلنا ليه؟ عشان بتندلق، يبقى دي لها ايه؟ لها انسياب. طب الماده الصلبه، الماده الصلبه هل زي الميه؟ لا، يبقى غير قابله للانسياب. طب الماده السائله، الماده السائله اللي هي الميه، وقلنا بتنساب بتتدفق، تمام؟ فديت مالها؟ قال لك قابله للانسياب، دي من ضمن الخصائص بتاعتها. المادة الغازية برضو قابلة للانسياب. ازاي يا مستر؟ هي المادة الغازية لو جبت شوية غازات هل هعرف ادلقهم؟ لا. انت نفخت البالونة دلوقتي، مش اللي انت نفخته جوه البالونة دي غاز؟ غاز، اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون اللي احنا بنطلعه من بقنا، تمام؟ طب غاز ثاني اكسيد الكربون اللي حضرتك طلعته ده في قلب البالون، سيب البالونة بقى دلوقتي، هوي البالونة. البالونة وهي بتهوي هتطلع مين؟ هتطلع غاز. الغاز دي كده بينساب ولا لا؟ بينساب فعلا، يعني بيتدفق، بيطلع، تمام؟ فدي انسياب. يبقى عارفين المادة الصلبة غير قابلة للانسياب، السائلة تنساب، والمادة الغازية برضو تنساب. نخش على الحجم وبعد كده نخش على الانضغاط. الحجم، حجم المادة الصلبة قلنا اللي هو ثابت. ثابت ازاي؟ قلنا الحجم ده لو جينا بعد 100 سنة هنلاقي شكله نفس الحجم ونفس الشكل ونفس الحيز اللي هيشغله من الفراغ. يبقى الحجم ثابت مش متغير. الحجم بتاع المادة الصلبة ثابت لا يتغير. طب الحجم بتاع المادة السائلة، الحجم بتاع المادة السائلة برضو ثابت لا يتغير، وهنفهمك دلوقتي ليه. الحجم بتاع المادة الغازية بقى، الحجم بتاع المادة الغازية يتغير. ازاي يا مستر الكلام ده؟ هل دلوقتي هل تعرف تغير حجم مادة صلبة؟ ازاي؟ قلم اهو. هل تعرف يعني ايه تغير في الحجم؟ تغير في الحجم هو التقليص، نعمل له تقليص. يعني ايه تقليص؟ يعني بنصغره، يعني الحجم دي يصغر يقل. ده حجم قلم اهو. هل تعرف تضغط لي على القلم دي كده وتصغر لي حجمه؟ هل تعرف تصغر لي في الحجم؟ لا، مش عارف اصغر في الحجم يا مستر، دي ثابت. طب الميه اللي هي السائله في قلب الكوبايه، هل تعرف تضغط عليها تصغر لي حجمها؟ لا يا مستر، ده اول ما اضغط هتطلع بره، يبقى مش عارف اضغطها. يبقى ايه؟ يبقى حجمها لا يتغير، حجمها ثابت، يبقى حجمها ما قلش، صح؟ تمام. طب الماده الغازيه بقى اعرف اضغطها؟ يعرف اضغطها. طب امثله ازاي يا مستر؟ هات سرنجه وسد الفوهه بتاعتها وابدا اضغط، وانت بتضغط تلاقي الحجم بيتغير. طب يا مستر ممكن مثال تاني؟ مثال تاني على انابيب الاكسجين اللي هي بتاعه التنفس. انبوبه الاكسجين دي ازاي الاكسجين دخل جواها؟
الاكسجين دخل جواها، ضغطوا الهواء ايه؟ ضغطوا الهواء جواها. فنتيجة ضغط الهواء ده اول ما بيفتح بيبدأ الهواء يطلع على طول عشان مضغوط، يعني الجزيئات بتاعته بدأت تنضغط، ودي انتوا خدتوها بالتفصيل في تانية اعدادي، فعشان ما نقعدش نطول فيها كتير. تمام. طب قابلية الانضغاط. قابلية الانضغاط في المادة الصلبة غير قابلة للانضغاط، والمادة السائلة غير قابلة للانضغاط، والمادة الغازية قابلة للانضغاط. وادينا امثلة واحنا بنشرح الحجم. الحجم اللي ما بيتغيرش يبقى غير قابلة للانضغاط، الحجم لو اتغير يبقى قابلة للانضغاط، وقلنا الغاز بينضغط ازاي. قابلية الانتشار. ايه بقى قابلية الانتشار؟ قابلية الانتشار دلوقتي هات لي حتة سفنجة، حط عليها حبر من فوق، الحبر ده هينتشر في السفنجة في ثانية كده، بص تلاقي السفنجة كلها بقت مزرقة مثلا وبقى كلها حبر؟ لا طبعا، ده هتبدأ تنتشر بصعوبة جدا، هلاقي حتة بتعاص والتانية واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، هياخد وقت كتير، ممكن مثلا ساعة يا مستر. يبقى في قابلية الانتشار للمادة الصلبة بطيء جدا جدا جدا، تاخد وقت طويل جدا. طب المادة السائلة، هات نقطة حبر تحطها في قلب كوباية مية، في خلال مثلا مستر دقيقة أو أقل من دقيقة هبص ألاقي المية كلها بقت لونها أزرق. يبقى الانتشار بتاعها متوسط السرعة، الانتشار بتاعها ماله؟ متوسط. طب دلوقتي بقى بالنسبة للمادة الغازية انتشارها سريع جدا. طب ازاي سريع جدا؟ دلوقتي لو انت معاك برفان وقمت جاي باخخ بخة من البرفان كده، رشيت رشة مرة واحدة، بص تلاقي الأوضة اللي انت قاعد فيها كلها بقى ريحتها برفان. طب دي بسبب ايه؟ بسبب الانتشار في المادة الغازية سريع جدا جدا جدا، في ثانية كده بتبص تلاقي ايه؟ الانتشار حصل بسهولة وبسرعة جدا. يبقى دي كده قابلية الانتشار، انتشار المادة بالنسبة للمين؟ الحالة الصلبة والسائلة الغازية. وادينا أمثلة بقى زي الحالة الصلبة، ادينا أمثلة زي الحديد وقلنا النحاس والخشب، السائلة زي الماء والزيت، والغازية زي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. تمام كده حالات المادة. تمام. المواد دي بقى أنا دلوقتي عايز أعمل ما بينها مقارنات. إزاي؟ عندي 3 حالات من المادة، عايز أعمل مقارنة ما بين، أنا كده عملت المقارنة اللي فوق صح؟ الحالات دي بقى عايز أحول ما بينهم. إزاي يا مستر؟ عندي حالة صلبة عايز أوديها لحالة سائلة، وحالة سائلة أعملها الغازية أهو، واحدة واحدة معانا كده. سموا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا حالة صلبة عايز احولها لمين؟ عايز احولها لحالة سائلة، وعند حالة سائلة عايز احولها لحالة غازية، وهرجع تاني بقى العكس، عند حالة غازية عايز احولها لحالة سائلة، ومن حالة سائلة عايز احولها لحالة مين؟ لحالة صلبة. هقدر العب في المواد، احول من هنا لهنا. طب بس كده يا مستر؟ لا مش بس كده، عندي حالة صلبة عايز احولها لمين؟ لغازية، وعندي حالة غازية عايز احولها لحالة صلبة. ايه يا مستر اللعبكة دي؟ ولا لعبكة ولا حاجة، سهلة جدا. تعال نبص، سمي الله في الاول، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لو عندنا مادة من الحالة الصلبة عايزين نحولها للحالة السائلة، عندنا قطعة تلج عايزين نخليها مية، نعمل لها ايه؟ والله يا مستر لو عندنا حتة تلج هنسيبها في الهواء هتبدأ تبقى مية، دي اسمها ايه؟ حصل لها ايه؟ قال لك دي اسمها انصهار. ايه انصهار؟ اسمها عملية انصهار. طب التعريف عملية الانصهار ايه يا مستر؟ تعريف عملية الانصهار تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة مين؟ للحالة السائلة. يبقى الانصهار بحول المادة من الصلب للسائل، دي كده اسمها انصهار. طب لو عايز احول من السائل للغاز، من السائل للغاز، دي اسمها ايه؟ دي اسمها تبخر. ازاي؟ عندي كوباية مية احطها في قلب الكتل واسيبها تغلي، بعد شوية هلاقي المية بقت تبقى بخار، في بخار عمال يطلع، دي كده حولتها من سائل لغاز ولا لا؟ من سائل لغاز. فدي اسمها كده ايه؟ بيقول لك الميه، الميه بتتبخر، يبقى دي اسمها كده ايه؟ تبخر. يبقى التبخر تحول ماده من الحاله السائله للحاله مين؟ الحاله الغازيه. طب بعد كده عايز ارجع العكس بقى، عايز ارجع من السائل للصلب. الميه التلج عملنا له انصهار بقى ميه. طب الميه هنعملها تلج ازاي؟ هنعمل لها تجمد يا مستر، احط شويه ميه في قلب الفريزر هتتجمد. يبقى من السائل للصلب دي اسمها تجمد. التجمد تحول المادة من الحالة السائلة للحالة الصلبة. طب يا مستر عايز احول من الغاز للسائل، بعد ما الماء اتبخرت عايز اخليها سائلة، اعمل ايه؟
اسمها تكثيف. يعني ايه تكثيف؟ يعني التكثيف هو تحول ماده من حاله غازيه لحاله سائله. ازاي؟ الكاتل هو بيبخر الميه، هتحط عليه مثلا كوبايه ولا طبق ولا اي حاجه عشان البخار يخبط فيه. فاول ما البخار هو طالع ويخبط في قلب الكوبايه او الطبق، هيبدا تلاقي بتبص تكون كده قطرات من الميه على الغطاء او على الكوبايه. ايه قطرات الميه ديت؟ ما هو كده حولتها من الغاز للسائل، عملتها تحول. فدي اسمها ايه اصلا الحاله ديت؟ دي اسمها تكثيف، كثفتها. تمام. طب يا مستر ايه الحالتين اللي هما الغريبه اللي حضرتك بتقول عليهم، من السائل من الصلب للغاز ومن الغاز للصلب؟ من الصلب للغاز عندي دلوقتي قطعه مثلا من الحديد، تمام، او اي ماده معينه عايز احولها للغاز مره واحده، ما تمروش بالحاله السائله، انا عايز اخليها غازيه على طول. ازاي؟ قال لك العمليه دي اسمها ايه؟ من الصلب للغاز دي اسمها ايه؟ من الصلب للغاز دي اسمها التسامي. مش سامي، لا تسامي. يبقى التسامي تحول ماده من الحاله الصلبه للحاله الغازيه، بس دون المرور بالحاله مين؟ بالحاله السائله. هل مر بالحاله السائله؟ لا، ما عدتش عليه، انا من صلب الغاز على طول، دي اسمها تسامي. طب لو العكس يا مستر، من الغاز للصلب، من الغاز للصلب دي اسمها تساقط. من الغاز للصلب دي اسمها ايه؟ تساقط. ايه هو التساقط؟ دلوقتي الغاز البخار طالع، عايز احوله لصلب على طول، هعرضه لحاجه درجه حرارتها قليله جدا، وده شرحها بالتفصيل في المنهج. فيبدا يحصل لها تساقط، يبدا تتساقط. يعني ايه تتساقط؟ يعني كانت مثلا البخار طالع في الجو، مره واحده لقينا نازل قطع مثلا كده من التلج ولا حاجه. دي ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الغاز اتحول لمره واحده لمين؟ للصلب. فحصل له اسمها عمليه تساقط. عمليه مين؟ تساقط. تمام. يبقى كده يا مستر عرفنا تحولات الماده كلها. طب يا مستر في حاجه اسمها ارتفاع درجه حراره وانخفاض درجه حراره، ايه هي ايه؟ حضرتك دلوقتي لو انت بتحول من الصلب للسائل اللي هو الانصهار، فده انا عايز ارفع درجه الحراره. ليه؟ عشان يبدا يسيح لازم ارفع درجه الحراره. طب لو العكس، من سائل لصلب، لا، لازم انا اخفض درجه الحراره، احطه في قلب الفريزر، فانا قللت درجه الحراره عشان يتجمد. تمام. يبقى لما بعوز اروح من حاله لحاله، من الصلب للسائل مثلا، برفع في درجه الحراره، من السائل للصلب بقلل من درجه الحراره. طب من السائل للغاز هرفع في درجه الحراره عشان يتبخر. طب من الغاز للسائل لا، هقلل كده في درجه الحراره. يبقى بنفس الحاله. تمام يا شباب؟ تمام. في بعض الاسئله كده عليها، تعالى نحلها كده واحده واحده مع بعضنا. اول حاله بقول لك هنا ايه؟ بقول لك الماده هي كل ما له، الماده كل ما له ايه؟ نقط ويشغل حيز من الفراغ. عارفين ان الماده هي كل ما له كتله ويشغل حيزا من الفراغ. ممكن تلاقي شايل لك كلمه يشغل حيز من الفراغ وحاطط لك كلمه حجم، يبقى الاتنين صح. الماده كل ما له كتله وحجم، او الماده كل ما له كتله ويشغل حيز من مين؟ من الفراغ. بعد كده عندنا مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. مقدار ما يحتويه الجسم من مادة دي يسمى ايه؟ دي تعريف مين؟ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة دي اسمها مستر الكتلة. دي تعريف الكتلة خدناه. يبقى فعلا الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. حضرتك دلوقتي الحل وقف الفيديو، حل الثلاث اسئلة دول وبعد كده كمل معايا. انا هكمل طبعا، انت توقف وتحل وبعد كده تكمل معايا تشوف حلك صح ولا لا. تالت سؤال، الحيز الذي تشغله المادة. ايه الحيز اللي تشغله المادة؟ حيز يشغله المادة، عارفين ان هو الحجم على طول. دي تعريفات حفظ، احنا فهمنا طريقة التحويلات يبقى لازم نحفظ على طول يا شباب. تمام. يبقى تعريف مين؟ دي تعريف الحجم. بعد كده بيقول لك كتلة وحدة الحجوم من المادة. كتلة وحدة الحجوم من المادة حافظينها ان هي دي اسمها الكثافة. يبقى الكثافة تعريفها ايه؟ تعريفها كتلة وحدة الحجوم من المادة. طب القانون بتاعها كان بيساوي ايه؟ القانون بتاعها يا مستر كان بيساوي الكتلة على الحجم. فعلا صح. تمام. اي المواد التالية توجد في الحالة الصلبة. عايز اعرف ايه من المواد دي في الحالة الصلبة. تعال نشوفهم كلهم في الحالة الايه وهنعرف الاجابة بتاعتنا على طول. الماء حالة صلبة ولا سائلة ولا غازية؟ لا يا مستر، مية، يبقى حالة سائلة. المية حالة مين؟ المية حالة سائلة. تمام.
طب عندنا الزيت حالة مين؟ الزيت برضو حالة سائلة. الأكسجين حالة مين؟ الأكسجين حالة غازية. الحديد حالة صلبة. طب من المواد دي الحالة الصلبة يبقى عندنا الحديد يا مستر. شفت؟ بكل سهولة ابدأ فسر الأسئلة عندك الإجابات والسؤال وهتبدأ تحل تطلع الإجابة الصح على طول. من خصائص الحالة السائلة، تعال نشوفهم واحدة واحدة. من خصائص الحالة السائلة إن هي ليها شكل ثابت. الحالة السائلة لها شكل ثابت ولا تاخد الإناء الحاوي لها؟ تاخد شكل الإناء الحاوي لها. طب مين الشكل الثابت ده؟ الشكل الثابت دي المادة الصلبة. تمام. طب ليس لها حجم ثابت. المادة السائلة ليس لها حجم ثابت يا شيخ حرام عليك. ده عارفين اللي هو حجمها ثابت. طب ليه حجمها ثابت؟ عشان غير قابلة للانضغاط. يبقى ديت ليس لها حجم ثابت يبقى غلط. طب ليس لها شكل ثابت غلط. طب تاخد شكل الوعاء الذي توضع فيه. الحالة السائلة تاخد شكل الإناء الذي توضع فيه. صح فعلا يا مستر. الحالة السائلة بنحطها في كوباية في إزازة في جردل في بالونة بتاخد شكل الإناء بتاعها. يبقى دي من الخصائص بتاعتها. تنتشر في جميع الاتجاهات. الانتشار في جميع الاتجاهات يعني انتشار بسرعة. صح؟ يا مستر صح. طب انتشار بسرعة دي من خصائص الحالة مين؟ دي خصائص الحالة الغازية. تمام كده؟ تمام. بقول لك أي المواد التالية توجد في الحالة الغازية. إيه من المواد التالية توجد في الحالة الغازية؟ أول حاجة الخشب حالة صلبة. النحاس حالة صلبة. الزيت حالة سائلة. الأكسجين حالة مين؟ حالة غازية. يبقى هي دي الوحيدة الحالة الغازية. اللي بعده تحول مادة من حالة الصلبة للسائل. من صلب لسائل. تلج حولناه لمية. ده اسمه مين؟ اسمه انصهار. طب التجمد يا مستر؟ لا التجمد العكس من السائل للصلب. طب التكثف او التكاثف نفس الاسم على فكرة. في ناس بتنطق التكثف او التكاثف. التكثف دي كان تحول المادة من الحالة مين؟ التكثف والله يا مستر كان عندنا غاز لما حطينا عليه الغطا بدأ البخار حطينا عليه الغطا بدأ يكون مية. فكان عندنا تحول مادة من الغاز للسائل. طب التبخر؟ لا والله يا مستر التبخر ده احنا عندنا السائل عندنا مية عايزين نحولها لشوية بخار وشوية غاز. تمام. اما الانصهار من صلب لسائل. ان شاء الله في الحل ما بقولكش الاجابه على طول. لازم نفسر كل الاجابات ونفصل لك السؤال عشان نبدا نطلع الاجابه الصح. عشان حضرتك تبقى فاهم تبقى متابع معايا اول باول وعارف انا طريقه الحل ازاي. اما مش هاجي اقول لك كذا 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 الاجابه كذا. لا انا مش جاي اقرر لك الاجابه على طول. ما انت ممكن تخش على كراسه الاجابات وتحل. لا انا مش عايز كده. انا عايز اشرح لك. وظيفتي ان انا اشرح لك كل سؤال بكل اجابه. تمام. تحول ماده من الحاله السائله للحاله الغازيه. لسه قايلينها فوق اهيت. تحول ماده من حاله سائله لحاله غازيه. دي كانت مين؟ دي كانت تبخر. عند تبريد بخار الماء تحول الى ماء سائل. مش بخار تحول لسائل. تعالى كده فوق اهو. من بخار اهو اللي هو غاز تحول لمين؟ لسائل. دي كانت تعريف مين يا مستر؟ دي كانت التكاثف. كان مين؟ كان التكاثف. تمام. يبقى احنا حلينا الاسئله دول. كل 3 اسئله هم بيجاوبوا على بعض. تمام كده يا شباب؟ تمام. تاخد بريك كده دقيقتين ونبدا نرجع تاني على طول. تمام. انا هكمل انت توقف الفيديو بتاعك. خد بريك دقيقتين كده وتعالى كمل تاني على طول. يلا يا شباب نكمل بقى الجزئيه اللي بعد كده. الجزئيه اللي بعد كده هيعرفنا على حاجه اسمها الذره والعناصر والمركبات. انا عارف يعني ايه ذره ويعني ايه عنصر ويعني ايه مركب. واحده واحده. اول حاجه ايه هي الذره؟ الذره هي الوحده البنائيه للماده. يعني ايه وحده بنائيه للماده؟ يعني عندنا مثلا القلم ده. كل امثله ناخدها على القلم عشان هو اللي معايا دلوقتي. القلم ده قلنا عليه ان هو ماده. تمام. طب ازاي القلم ده خد الشكل بتاعه ده اصلا؟ لو احنا ركزنا جبنا ميكروسكوب وركزنا عليه على القلم هنبص ونكبر بقى. نبدا نكبر هنبص نلاقي القلم ده متكون من جزيئات من حاجات صغيره دوريات كده صغيره جدا 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 كده مع بعضها ومتماسكه. نفس الشكل اللي انا وريته لك مع الماده السائله اللي فوق وديتك السؤال اللي فوق. تمام. في اول الشرح كان شكلها متماسك جدا كده. كان لها جسيمات. دي اسمه جسيم. جماعه جسيمات. تمام. او اسمه برضو ليه اسم تاني اسمه جزيء. تمام. الجمع بتاع الجزيئات. تمام. يبقى الذره هي الوحده البنائيه لمين؟ للماده. يعني الجسيم او الجزيء ده هو بيتكون من ذره وبيكون الماده. تمام يا شباب. نخش بقى على مكونات الذره.
مكونات الذرة عندنا 3 مكونات للذرة. أول مكون للذرة اسمه البروتونات، اسمه مين؟ البروتون. تاني مكون اسمه النيترون، والتالت الكترون. واحدة واحدة كده. ايه هو البروتون؟ البروتون بياخد إشارة موجبة واسمه بي، بيرمز له بالرمز بي، وبياخد إشارة موجبة. طب النيترون؟ النيترون متعادل وبياخد إشارة ان، وبيكون عليها موجب وسالب، متعادل. الالكترون سالب وبياخد اشاره سالبه والرمز بتاعه اي، اي فوقها اشاره سالبه كده. تمام يا شباب؟ تمام. نبدا نعرف بقى كل واحده فيهم. اول حاجه البروتون. ايه هو البروتون؟ البروتون موجب الشحنه وتوجد في النواه. البروتونات توجد في مين؟ في النواه. ايه هو النواه كده يا مستر؟ لو بصينا هنا على الشكل ده هنبص نلاقي اللي جوه ديت اسمها نواه، ده كده اسمها مين؟ اسمها نواه. واللي بره ديت كده اسمها مستويات طاقه. نخليها بلون تاني عشان يبقى واضح. اللي بره ده اهو كده اسمه مستوى طاقه. طب وده اسمه مستوى طاقه. تمام كده؟ تمام. النواه بتاعتنا، النواه قالك بتتكون من بروتون موجب، وايه تاني جوه النواه؟ والنيترون المتعادل جوه برضو النواه. يبقى البروتون الموجب والنيترون المتعادل جوه مين؟ جوه النواه. الاتنين دول جوه مين؟ جوه النواه. طب الالكترونات يا مستر؟ الالكترونات لو بصينا هتلاقي بتلف حوالين النواه بره كده، هي عماله تلف حوالين النواه ولا لا؟ فقال لك ان الالكترونات تدور حول النواه في مستويات تعرف باسم مستويات الطاقه. تعرف باسم مين؟ باسم مستويات الطاقه. ايه هي مستويات الطاقه دي يا مستر؟ واحده واحده هشرح لك ده كله. يبقى عرفنا ال3 مكونات دول كده. اولا عرفناه، كل ده اصلا هشرح لك دلوقتي ازاي دي خد اشاره موجبه، وازاي دي خد اشاره سالبه، وازاي دي متعادل، وازاي اصلا نعرفها. ده كله هيتعرف دلوقتي، بس اصبر واحده واحده، دي في اللي جاي بعدين. تمام؟ واحده واحده اعرفك كله الاول، بس انت عرفت المكونات الرئيسيه. بعد كده نخش على اللي بعده ونسمي الله. عندنا الماده. الماده قلنا هي ايه؟ قلنا هي كل ما لها كتله وحجم. طبعا انت عارفها، ولكن هنا بقول لك عندنا مثلا مواد نقيه ومواد غير نقيه. يعني ايه؟ عندنا مواد نقيه يعني بتتكون من نوع واحد من الذرات. يعني ايه يا مستر بتتكون من نوع واحد من الذرات؟ يعني حضرتك بتتكون نوع واحد من الذرات، يعني الذره بتاعتها بتكون متشابهه. يعني ايه يا مستر ذرتها متشابهه؟ يعني سمي الله كده ماده نقيه يعني بتتكون من نوع واحد من الذرات. ازاي؟ زي مين؟ امثله لبعض الرموز العناصر الشهيره اللي هي نقيه تتكون من نوع واحد من الذره، زي الهيدروجين H، الهيليوم HE، الزئبق HG، كربون C، كالسيوم Ca، كلور Cl، نحاس Cu، الكوبالت CO، كبريت S، السيليكون Si، ألمونيوم Al، الفضة Ag، الذهب Au، والأرجون Ar، والنيتروجين N، والصوديوم Na، نيون Ne، فلور F، حديد Fe، فوسفور بي، رصاص بي، بوتاسيوم كي، يود اي، ليثيوم ال اي، والبروم بي ار، والمغنيسيوم ام جي، والخرسين زد ان، والاكسجين او. والاكسجين ماله؟ او. دي كلها مواد نقيه بتتكون من نوع واحد من الذرات. ازاي يا مستر؟ الهيدروجين هل معاه حاجه تانية؟ لا يا مستر، هو اسمه هيدروجين بس كده لوحده. هل معاه عنصر تاني؟ معاه ذره تانية؟ لا. يبقى ده نقي ولا مش نقي؟ نقي. طب الهيدروجين اصلا H2. يعني ايه H2؟ يعني H2 معناها اللي هو بيتكون من هيدروجين زائد هيدروجين. هل في حاجه مختلفه؟ لا مش مختلفه. يبقى ده نقي ولا مش نقي؟ لا نقي. طب الكوبالت يا مستر ازاي نقي؟ يعني مثلا الكوبالت مثلا او الهيليوم او الاتش جي او غيره، الهيليوم مثلا اللي هو الاتش اي، ازاي ده نقي يا مستر؟ يعني انت عايز تفهمني؟ ما هو كده يا مستر هو بيتكون من اتش وبيتكون من الاي. هل ده كده صح؟ لا مش صح. دي اسمه عنصر، تمام، او ذره هي اسمها كده، زي مثلا اسم المركب، هي مركبه كده على بعضها HE MG CL NA. مش معناه انها بتتكون من N ومن A، من C ومن L، لا، هي على بعض كده اسمها كلور صوديوم نحاس، بتتكون من على بعض
اسمه مركب كده مع بعضه، زي مثلا اسامي مركبه عندنا عبد الرحمن، هل اسمه عبد واسمه الرحمن؟ مثلا عبد الله، هل اسمه عبد واسمه الله؟ لا، هو اسمه مركب على بعضه، نفس الاسامي، ده عناصر مركبه، ذرات مركبه، ولكن نقيه. نقيه ولا مش نقيه؟ نقيه. هل امتى تكون غير نقيه؟ مثلا عندنا الصوديوم Na، ده نقي، ما عارفين اللي هو مركب، زائد مثلا الCl، هيدينا مين؟ هيدينا Na والCl، دي بيتكون من ذره نقيه مع ذره نقيه، او عنصر نقي مع عنصر نقي. الاتنين دول مع بعض بقى غير نقي. ليه غير نقي؟ ده عنصر وده عنصر تاني خالص. تمام يا شباب، فهمنا الملحوظه دي؟ تمام. نخش على المركب، كده خدنا الذره، نخش على مين؟ المركب. ايه هو المركب؟ الذره عارفين ليه حاجه لوحدها، صح؟ والذره بتكون نقيه. تمام. ايه هو المركب بقى؟ المركب مجموعه من الذرات او اكتر. يبقى المركب ناتج من اتحاد ذره او مجموعه من العناصر، عنصرين او اكتر. يبقى مجموعه من الذرات او اكتر، ومجموعه من العناصر او اكتر. ازاي؟ عنصر ال Na ده عنصر، تمام. لو عملناه مع السل ده اصبح مركب. مركب اسمه كلوريد صوديوم. مركب اسمه كلوريد مين؟ كلوريد الصوديوم. نوع مركب اللي هو احنا بناكله. كلوريد الصوديوم مركب مكون من عنصر جمعناهم مع بعض مركب. زي مثلا H2O. ال H2O من مين؟ قال لك بتتكون من H اهو، بتتكون من O ومن 2 H. ال H ده اصلا لوحده، صح؟ وال O ده عنصر وده عنصر، ده يجمع مع بعض مركب، فده المركب. تمام كده؟ تمام. مثلا عندنا زي الميه، قال لك ان H2 بتتكون من اكسجين، ثاني اكسيد الكربون من ازاي؟ ثاني اكسيد الكربون اللي هو لقيناها بتتكون معاها O ومعاها O. تمام. فده كده مركب زي ملح الطعام NaCl اهي، خدناها فوق اهي. تمام. هيعمل بقى او الفرق عنصر وما بين ايه هو العنصر وايه خدناه فوق، فكرنا كده مجمع عشان لو جاب اكتر نوع من الذرات. اكثر من الذرات يعني ذره او 2 او 3 او 5 او 10، اكتر من ايه؟ اكتر من نوع واحد. اما العنصر لا، نوع واحد بس، مثلا Na. اما المركب NaCl، يبقى اكتر من نوع من الذرات ولا لا؟ دي ذره ودي ذره، اما دي ذره واحده بس. المركب يمكن تحليله الى عناصره. ازاي؟ مش مركب NaCl عايزين نفككه. تعالى يدينا ايه كده؟ هيدينا Na يا مستر، وهيدينا Cl، صح ولا لا؟ اي صح. طب العنصر يمكن تحليله الى عناصره ازاي؟ Na، تعالى يلا كده فصصه لي، حلله لي. هتقول لي يا مستر هيدينا N وهيدينا ايه؟ ال N ده عنصر، دي اسمه عنصر. طب ال A دي اسمه عنصر، احنا عندنا A دي اسمه عنصر، دي اسمه نيتروجين، ماشي. بس ال A ده عندنا عنصر في العناصر الكيميائيه اسمه ايه؟ طب ما يا مستر ما اعرفش العناصر الكيميائيه، مستر كده لخبطتني. العناصر الكيميائيه هسيبها لك ان شاء الله في وصف الفيديو PDF كده، في اشهر العناصر الكيميائيه اللي هم اصلا اللي فوق دول، ولكن بالعدد الذري بتاعهم اللي احنا خدناهم دول كلهم، ولكن بالعدد الذري بتاعه. يعني عدد الذري ده كله هشرحه لك قدام، ما تستعجلش. تمام كده؟ عرفنا الفرق ما بين العنصر وما بين المركب. عندنا حاجه اسمها تغير كيميائي وتغير فيزيائي. يعني ايه تغير كيميائي وتغير فيزيائي؟ لو جبنا قطعه من الورق وحرقناها، اول حاجه هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان شكلها اتغير، لونها اتغير، تركيبها اتغير. ازاي؟ هل تركيب الورقه زي تركيب الرماد بتاع الورق اللي هو طلع نتيجه الحرق؟ لا يا مستر طبعا، التركيب ده تركيب تاني خالص. يبقى طالما الشكل واللون والتركيب بالذات هو اللي اتغير، يبقى اسمه تغير كيميائي. عشان اسمه تركيب كيميائي، تغير في التركيب الكيميائي، يبقى نوعه تغير كيميائي. يبقى التغير الكيميائي قال لك بيتغير في ايه؟ بيتغير في التركيب المادي، بيتغير فيه وينتج ماده جديده. يبقى بيتغير في التركيب واللون والشكل زي ما قلنا، بيتغير وبتحول لماده جديده. الورقه زي الرماد، دي ماده ودي ماده يا مستر، يعني تحول لماده جديده. يصعب عكسه. يعني ايه يصعب عكسه؟ يعني الرماد ينفع تجمعهم وترجعهم ورقه تاني؟ لا. طب الورق اصلا جاي منين؟ جاي من اللحاء بتاع الشجر. طب الشجر دي تركيب ولا لا؟ والورقه تركيب ولا لا؟ دي تركيب غير التركيب، صح؟ تمام. هل ينفع ترجع لي الورقه اللي انت طلعتها اللي بكتب عليها على الكراسه دي، تنفع ترجعها لي ورقه شجر تاني؟
لا مش هينفع طبعا. هل تنفع ترجعها لي في الشجره تاني؟ لا. يبقى لا يمكن عكسه، يصعب عكسه. تمام. وتحول من ماده لماده تانيه. طب بالنسبه بقى للتغير الفيزيائي، التغير الفيزيائي عكس ده ازاي؟ بيتغير في يا اما الحاله، يا اما في مين، يا اما في الشكل، يا اما في الحاله. يبقى التغير بينتج في مين؟ في الشكل او الحاله. ازاي؟ عندنا قطعه من الثلج هنعمل لها انصهار، تحول الثلج للميه. الثلج اصلا مكونه مين؟ مكونه ميه. تحول لمين؟ تحول لميه. في تركيب كيميائي اتغير؟ لا. ايه اللي اتغير؟ الشكل، كان قطعه بقى شويه سائل. طب ايه اللي اتغير تاني؟ الحاله، من الحاله الصلبه للحاله السائله. يبقى طالما ده اللي اتغيره يبقى ده تغير فيزيائي على طول. تمام يا مستر؟ فهمت؟ لا ينتج عنه ماده جديده. فعلا، ما هي ميه اتحولت لميه بس من صوره لصوره، يبقى ما نتجش ماده جديده، طلعناش لبن مثلا. تمام. يمكن غالبا عكسه. ازاي يمكن غالبا عكسه؟ دلوقتي عندنا الميه ننفع نرجعها لتلج، والتلج ينفع نرجعه الميه، الاثنين حاله سهله جدا مفيش فيها اي مشكله. ويمكن رجعه لعكسه وارجعه لحالته الاصليه دي. تمام. زي مين؟ زي ذوبان التلج. تمام كده يا شباب؟ تمام. خش على بعد كده حاجه اسمها التفاعل الكيميائي. خلاص قربنا نخلص. خش على حاجه اسمها التفاعل الكيميائي. ايه هو التفاعل الكيميائي؟ التفاعل الكيميائي هو عمليه تحول فيها المواد المتفاعله الى مواد جديده تختلف في خواصها عن المواد الاصليه، او ليه تعريف تاني، او هو عمليه كسر، ممكن نقول عمليه كسر، دي الاكتبارايه، عمليه كسر بين جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده بين جزيئات المواد الناتجه. وزي ما انا وعدتكم في فيديو تاني ان شاء الله هجمع لكم طريقه كتابه العنصر، وطريقه كتابه المركب، وطريقه كتابه العدد الذري، وطريقه كتابه التكافؤ، وطريقه توزيعه في مستويات الطاقه، وطريقه كتابه المعادله الكيميائيه، وطريقه وزن المعادله الكيميائيه. ده كله ان شاء الله هجمعها لكم في فيديو كامل لوحده، عشان ده طويل وده حوار تاني لوحده، وده هيبقى اهم جزئيه ان شاء الله. بعد ديت بيوم او اتنين هيبدا ينزل لكم الفيديو ده على طول. تمام يا شباب؟ تمام. ولكن هناخد دلوقتي الحاجات البسيطه ديت وابدا اسسكم في الحاجه التانيه، وعد من ان شاء الله هنزلها لكم، وده كله على اليوتيوب باذن الله. يبقى التفاعل الكيميائي عمليه كسر بين جزيئات، عمليه كسر روابط بين جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده بين جزيئات مين؟ بين جزيئات المواد الناتجه. تمام. امثله زي الاحماض بيحصل فيها تفاعل كيميائي، قلويات، اكاسيد، املاح. لو دول بس دلوقتي تحفظه وقدام هتفهم واحده واحده في المنهج، عشان طبعا مش هينفع نشرح ده كله، ده كله اصلا منهج في سنه، يعني دي اصلا مجمع اولى وثانيه وثالثه اعدادي واولى ثانوي، فهل ينفع اقعد اشرح لك المناهج كلها دلوقتي في فيديو؟ مش هينفع طبعا. فاحنا بناخد اساسيات بسيطه ونبدا بس اساسيات مهمه جدا، وبعد كده نبدا واحده واحده بقى ان شاء الله نشرح المنهج. تمام. تمام. الاحماض قال لك زي عصير الليمون، زي الخل، زي حمض الهيدروكلوريك في المعده. الحمض اصلا عشان تعرف ان الماده ده حمض او لا، هتلاقي الحمض ماده معينه بتبدأ ب H، بالهيدروجين. H مع أي مادة تانية مثلا زي الCl، H مثلا مع ال SO4، H مع ال BO4، H مع أي حاجة، دي اسمه مين؟ اسمه حمض. يبقى الحمض بيبدأ بأيون ال H اللي هو H موجب. تمام. طب القلوي بينتهي ب OH سالب. القلوي ينتهي ب OH سالب. زي الصابون، معجون الاسنان، ماء الجير. ايه هو القلوي مثلا؟ عندنا مستر مثال كده لغايه ما نبقى نجيله. القلوي مثلا عندنا مثلا زي NaOH في عنصر زائد ال OH ادانا قلوي. اما ده لو H زائد عنصر، H زائد عنصر، H زائد عنصر او مركب، تمام، لو بادئ ب H يبقى دي مين؟ ده حمض. طب لو منتهي ب OH يبقى دي قاعده. طب الاكاسيد زي ما انا مستر، الاكاسيد اول ما تسمع كلمه اكسيد جاي من مين؟ تعال راجع كده الاكسيد لاصله، الاكسيد اصله اكسجين، فتعال راجع كده اي كلمه اكسيد يعني عنصر او المركب بينتهي باكسجين. ازاي؟ اكسيد الحديد، تعال كده اكسيد الحديد، قلت مين؟ اكسيد الحديد، قلت ينتهي باكسجين، يبقى حط اكسجين في الاخر. وقلت مين؟ حديد، Fe، لغايه ما تحفظ العناصر. يبقى اكسيد الحديد FeO. لقيت مركب بينتهي بO يبقى دي كده مين؟ أكسيد. دي مين؟ أكسيد. تمام. أملاح، الأملاح بيكون أيون موجب مع أيون سالب. إيه هو أيون أصلا مستر؟ أنت عملت تصعبها ليه؟
قدام واحده واحده، اصبر. ايون موجب وايون سالب ازاي؟ مثلا زي ال Na ملح الطعام اشهر حاجه، Cl. تعرف اصلا ان الايون او الاشاره بتاعت ال Na قلنا اللي هي موجب واحد صح؟ والاشاره بتاعت الCl سالب واحد. دي كده اسمه ايون، طالما خد اشاره اسمه ايون، اسمه مين؟ ايون. طالما خد اشاره اسمه ايون، اما اللي ما خدش اشاره اسمه ذره او عنصر. تمام. يبقى تحفظ بس ان الاحماض والقلويات والاكاسيد والاملاح بتبدا بايه وبتنتهي بايه بس. نخش بقى على الحل ونسمي الله. بسم الله. بقول لك الذره، قبل ما ابدا احل وقف وحل الاسئله دي. تمام، يلا نبدا بقى. الذره تعرفها، عرفنا ان هو اكبر جزء من العنصر. غلط. طب الذره هي الوحده البنائيه للماده. تعال نشوف الباقي. الذره اصغر جزء من المركب. غلط. الذره جزء من النواه فقط. غلط. يبقى الذره هي الوحده البنائيه لمين؟ الوحده البنائيه للماده. الوحده البنائيه للماده دي تعريف مين؟ تعريف الذره. تمام. اي الجسيمات التاليه تحمل شحنه موجبه؟ عرفنا، تعال نشوف. اي من دول يحمل شحنه موجبه؟ الالكترون عرفنا ان هو يحمل شحنه سالبه، وكان العنصر بتاع الرمز بتاعه E، كان E وفيه شحنه سالبه صح؟ يبقى دي يحمل شحنه موجبه؟ لا غلط. طب البروتون كان B وفوقه شحنه موجبه كده. فعلا صح. يبقى البروتون كان B وفوقه شحنه ثانيه. البروتون فعلا يا مستر. يبقى الالكترون لا، دي شحنه سالبه. البروتون شحنه موجبه. النيترون متعادله يا مستر. الذرات يا مستر ملهاش شحنات. الشحنات بيكون بس مين؟ للايونات. تمام. الجسيمات المتعادله الشحنه هي، احنا لسه قايلين مين؟ النيترون هي اللي متعادل الشحن. البروتونات لا دي موجبه. نيترونات متعادله صح. الكترونات لا دي سالبه. الايونات حسب بقى موجب او سالب، بس هو عايز المتعادله، يبقى غلط. تمام. اين توجد البروتونات والنيترونات داخل النواه؟ قلنا البروتونات والنيترونات موجوده داخل النواه في مين؟ في المدارات. غلط. في النواه. قلنا في النواه فعلا بتوجد داخل النواه. تمام. داخل الذره في النواه. في السحابه الالكترونيه لا. خارج الذره لا، ده جوه الذره. حتى بقول لك جوه الذره داخل النواه، ما دي اسمها الذره. جواها حاجه اسمها النواه. جوه النواه بقى في البروتون وفي النيترون زي ما احنا عرفنا. تمام. وبره الالكترونات طبعا. العنصر ماده نقيه تتكون من، قلنا العنصر ماده نقيه تتكون من نوع من الذرات. لا غلط، كده بتكذب عليا. نوع واحد من الذرات. فعلا صح. 3 انواع من الذرات. لا يا مستر، ده نوع واحد. جزيئات لا. يبقى العنصر ماده نقيه بيتكون من نوع واحد من الذرات. اي مما يلي يعد عنصرا. من اللي عنصر من ده؟ عنصر يبقى نقي، يعني من ذره واحده. الميه مكونه من كام ذره؟ تعالى نكتب كده. الميه مستر H2O. الحديد Fe. الملح الطعام NaCl. سامعك شاطر. ثاني اكسيد الكربون CO2. يعني نبص كده، الميه مكونه من نوع واحد من الذرات. يا شيخ حرام عليك، دي ذره هيدروجين وذره اكسجين، ازاي يعني؟ الحديد مكون من نوع واحد من الذرات. فعلا ده اسمه Fe بس، وعارفين ان هو كده بعضه على بعضه اسمه Fe، زي Na زي Cl، اسمه كده على بعضه مركب. اسمه مركب زي الاسامي بتاعتنا المركبه. تمام. يبقى الحديد صح. يعني الطعام يا مستر ده بيكون من Na ومن Cl، يبقى ازاي يا مستر؟ غلط. ثاني اكسيد الكربون بيكون من كربون ومكون من اكسجين، يبقى غلط برضه يا مستر. تمام كده يا شباب. تمام. اي مال يعد مركبا. من المركب هنا؟ المركب بقى النحاس. الذهب والله يا مستر عارفين، لما نحفظ برضو العناصر اللي عارفين اللي هو AU. النحاس يا مستر CU. الاكسجين O2. الميه H2O.
واحد يقول لي يا مستر ما ده كله يا مستر مركب، ده بيتكون من A ومن U ومن C ومن U ومن O و O ودي من H2O، ده كله كده يا مستر مركبات. لا يا حبيبي، قلنا ده اسمه مركب على بعضه، ما ينفعش، ده مش مركب، ده هو كده على بعضه، مش هنقعد نعيد ونزيد فيها بقى. يبقى الذهب لا ده عنصر، النحاس لا عنصر، الاكسجين برضو عنصر، الميه هي اللي مركب. تمام. الصيغه الكيميائيه لملح الطعام كتبناها كتير وزمقنا اهي NaCl، يبقى الصيغه الكيميائيه H2O ضيف ميه، NaCl صح، ثاني اكسيد الكربون غلط، اكسجين غلط، احنا عايزين الميه الملح NaCl. تمام كده يا شباب؟ تمام. تاخد بريك دقيقتين برضو نفس الدقيقتين اللي فاتوا، ونبدأ نرجع تاني نكمل. عندنا حاجة اسمها الفلزات والفلزات.